ابطال ثالثه ثانوي ازيكم؟ بالنسبه بقى لدرس الدينامو، الناس اللي بتدخل في شابتر 3 وبتوصل للجزئيه دي بيحصل عندها كده مشاكل في ازاي هو يستفيد من قوانين الدينامو الكتير. طبعا الشكل اللي قدامكم ده شكل يخض بعض الناس. تعالوا بقى كده نركز ونشوف ونفهم ازاي احنا هنقدر نستفيد من كل القوانين دي، وفي نفس الوقت ازاي اقدر احل مساله الدينامو ببساطه. يعني ثلاث ارباعكم بيقول انا فاهم الدينامو كويس، بس باجي المسائل ما بفهمش هو عايز ايه بالظبط. تعالى بقى نقول لك خطوه خطوه هو بيبقى عايز ايه في المسائل. بصوا، لما يجي يقول لك هات الاي ام اف بعد تايم معين او انستنتينيوس عند لحظه معينه، القانون اللي سيادتك بتستخدمه هو القانون ده. يبقى الاي ام اف اللي بتتكتب هنا دي انستنت ولا انستنتينيوس، يعني عند فيكسد مومنت. حضرتك بتشتغل بقانون الاي ام اف عادي، نمبر اوف تيرن عادي، مفيش اي مشكله، ماجنتيك فيلد ده تمام، الاريا بتكون موجوده. نيجي لحدوده مين بقى؟ الاوميجا والانجل. الاوميجا في المسائل عموما ليها طريقتين حضرتك تقدر تجيبها بيها، يا اما عن طريق 2 في الباي في الفريكونسي اللي بيكون موجود عندك. طب انا بعرف الفريكونسي ازاي؟ بيجي يقول لك ان الدينامو بتاعك بيروتيت باي سبيد. باي سبيد ايه يعني؟ اعرف منين ان ده الفريكونسي؟ ببساطه بص كده معايا، هتلاقي يا اما يقولها لك هرتز، يا اما يكتبها لك سايكل بير سكند او روتيشن بير سكند، يا اما ركز معايا، تمام، هرتز قلنا سايكل بير سكند، او يجي يروح مغلس يقول لك سايكل بير مينيت. بير مينيت كل اللي سيادتك هتعمله ان انت هتاخدها ديفايد مين؟ ال 60. طيب ايه بقى اللي انا كاتبه؟ ايه القانون التاني؟ ايه اللي في على ار ده يعني ايه؟ لو هو سالك في موضوع اللينير فيلوسيتي، طب اعرف منين ان هو مديني لينير فيلوسيتي؟ يقول لك باي سبيد ويديها لك متر بير سكند ديفايدد الار. طب الار دي هجيبها ازاي؟ بصوا بقى معايا عشان دي نقطه، بص قليل قوي لما بيجي يسال فيها في سؤال، بس احيانا بتبقى هي دي جلسه السؤال. تعالوا نشوف ازاي الار دي هحددها ازاي. بص يا جماعه، لما يجي يكون مديني الفي بيروح كاتب لي هنا، بصوا بقى نستعين احنا بالصوره اللي احنا مجهزينها دي، ويروح جاي يقول لك ايه؟ روتيت مثلا اراوند اكسس، الاكسس ده بارل لمين يا عم؟ لللينس مثلا. لو جه قال لي بارل لللينس يعني بارل للحته دي، يعني الاكس محطوط كده. طب الاكس لما يكون محطوط كده مش الكويل بتاعي هيلف بالشكل ده؟ تمام، لما يجي يلف بالشكل ده الدايره هتترسم من هنا لهنا. طب حلو، فين بقى الريديوس بتاعي؟ نركز، نص الايدج ده، يعني نص مين؟ الويتس. حلو قوي. يبقى لما يجي يقول لي دي الفي وبارل تو اتس لانس، الاكس بتاعي بارل تو اتس لانس، يبقى الريديوس في حاله زي كده هيكون مين؟ هاف الويتس. ممتاز اللي قال. طب ما هي كده اتلقطت. لو قال لي اكسس بقى بارل لمين المره دي؟ الاكسس بتاعي بارل تو اتس ايه؟ ويتس. اتس ويتس يعني الاكس فين؟ كده محطوط بارل يمين للويتس كده. يبقى كده الكويل بتاعي ياخد اللفه بتاعته بالشكل ده. يبقى مين اللي هيرسم الدايره؟ الدايره بتاعتي هتترسم من اول هنا لغايه هنا. يبقى نص الريديوس بتاعي في حاله زي كده هيكون نص مين؟ الايدج ده، يعني نص اللانس. يبقى لما يكون الاكسس بتاعي بارل للويتس يبقى معنى كده ان الريديوس بتاعي هيكون هاف اللانس. ركزوا معايا كده وشوفوا خطوه خطوه من اللي احنا بنقولها. طيب نرجع مره تاني. طيب يا استاذنا الفاضل، احنا دلوقتي ماشي، ممكن يقول لي هات بعد لحظه معينه، بعد تايم، بعد افتر مثلا هاف سايكل، الحته دي كلها هنتكلم فيها، اللي هي اللعب مع السيتا، تمام، اللي هو الجنب اللي قصادكم ده كله هنتنقل له دلوقتي. طيب الاي ام اف بقى ممكن يسالني كاي ام اف مستقله، ممكن يروح سائل على الباكج ده لوحده. ازاي؟ يقول لك هات الاي ام اف ماكسيموم. طب اشمعنى دي الماكسيموم؟ لان ببساطه ساين الماكسيموم يعني عند ساين كام؟ 90 او 200 ايه؟ 70. وفي الحالتين قيمه الساين بتاعتي بتبقى كام كفاليو؟ 1. يعني معنى كده كانها مش موجوده. يبقى لما يجي يقول لي الاي ام اف ماكسيموم يبقى ايكوال الرقم ده. وبالمره بقى عشان في تفاصيل كده معينه الناس بتقلق منها. طب فرضا قال لي هات الاي ماكسيموم، مش سيادتك جبت الاي ام اف؟ فاكرين اوم؟ كان بيقول ان الفي ايكوال ايه؟ اي في ار. ده القانون بتاعنا، الفي بتاعتي ايكوال اي في ايه؟ في ار. صح قوي الكلام ده. طب ركز بقى معايا، لو جينا هنا هنعمل ايه؟ ايوه ممتاز، فكر معايا. يبقى الفي اللي طلعت معايا دي لو انا عايز اجيب منها الاي هقول له يا عم ان الاي بتاعتي الاي ام اف اللي طلعت دي اللي هي الماكسيمم اوفر مين؟ الار. ده لو انا عايز اجيب مين؟ الاي ماكسيموم. حلو قوي الكلام ده. يبقى الاي ام اف ماكسيموم اوفر مين؟ الار. طب فرضا جه هنا واحد قال لي لا لا انا عايز الاي ام اف افكتيف. الافكتيف مجرد ان انت بتاخد الماكسيموم وبتعوض مكان الساين دي بساين 45. ساين 45 على الكالكوليتر هتديك 1 اوفر روت 2، او طبعا زي ما اغلبكم عارفها اللي هي 0.707. انا افضل 1 اوفر روت 2 لان اغلب المسائل في التشويسز بيبقى حاططها ريليتد للروت، ما بيحطهاش ديسيمال. فخليك فاكرها دايما، اي ام اف ماكسيمم ديفايد مين؟ سوري، ملتبلاي 1 اوفر روت 2 او ديفايد الروت 2 على طول. طب ما احنا كده بذكاء شويه، احنا مش قلنا ان كده كده الفرق ما بين الاي ام اف والاي هي الار؟ طب ماشي، جاوب كده. واحد هنا يقول لي بس كده احنا ممكن نقول الاي افكتيف هتكون عباره عن ايه؟ ايوه ركزوا معايا. ممتاز. الاي ماكسيمم اللي احنا لسه جايبينها برضو ملتبلاي 1 اوفر روت 2 او ديفايدد روت 2. يبقى من الاخر كده عشان دماغك ما تلفش كتير، كل ما ينطبق على الاي ام اف ينطبق على الاي. ليه؟ لان الفرق ما بين الاثنين ار. يعني بصوا كده معايا في الحركه اللي احنا هنعملها دي، لو انا فكيت دي اي في ار وفكيت الزبونه دي اي في ار، طب ما كده الار والار طيروا بعض. طب مين قال ان الار طاير بعضيها؟ لان ببساطه الريزيستنس بتاعت الدينامو مش هتتغير. طب ركزوا معايا. من ضمن برضو الاسئله اللي ممكن يسالها لك يقول لك هات الافريج فاليو او المين فاليو بتاعت الدينامو.
الافريج فاليو او المين فاليو لازم يحدد لك، لو قال لك ديورنج هاف سايكل او لو قال لك ديورنج كوارتر سايكل، الاثنين قانون واحد، الاثنين عندنا قانون واحد. طبعا انا هنا بهتم اكتر بافكار المسائل، اللي عايز فيديوهات شرح تفصيلي للموضوع ده يقدر يرجع للبلاي ليست بتاعت ايه شابتر 3 على الشانل، هتقدروا توصلوا لها. يبقى انت حضرتك لو على اليوتيوب هتخش على بلاي ليست شابتر 3 تجيب الدينامو، لو بتتابعني من خلال فيسبوك عادي ببساطه خالص نفس اسم البيج عندك هتحطها على اليوتيوب، وممكن تكتب مستر خالد المصري شابتر 3 مثلا ثالثه ثانوي كده في السيرش على طول، في ثانيه في ثانيه هتلاقي الايه البلاي ليست قصادك. لو ركزنا هنا بصوا كده معايا، القانون ده بيجيب الافريج او المين فاليو خلال هاف سايكل او كوارتر سايكل ان بي اي، مع اختلاف ان احنا بنحط 4 في الفريكونسي بتاعتي. او القانون ده بقى يا اساتذه ما يتنسيش، لان ده من قله استخدامه في اوقات كتير جدا حضرتك بتنساه، وبيكون هو السؤال اجابته من خلال ده 2 في الاي ام اف ماكسيمم اوفر الباي. يبقى لو انا عايز الافريج هشتغل بكام قانون؟ يا اما من خلال الان والبي والاريا والفريكونسي، يا اما 2 في الفاليو بتاعت الماكسيمم اوفر مين؟ الباي. امتى بستخدم ده او بستخدم ده؟ على حسب جيفن المساله. الراجل مش مديني لا نمبر اوف تيرن ولا بي ولا اريا، يبقى مفيش قدامي غير الحل ده. وبصوا عشان ما نوجعش دماغنا كتير، الموضوع ده بيشتغل اكتر على مسائل الجرافات، اللي هو يكون راسم لك الاي ام اف كده، وطبعا الرقم اللي هيكون موجود على اخر الكيرف من هنا او من هنا هو ده هيمثل رقم مين؟ الاي ام اف ماكسيمم. وطبعا زي ما قلنا بطله الاحداث معانا دايما ان موضوع ان الاي ام اف ايكوال اي في ار، يبقى انت عندك اي اي ام اف وعايز تجيب الاي بتاعتها ديفايد الار بتاعت الدينامو، يبقى الار دي اللي هي هتمثل بالنسبه لنا الريزيستنس اوف ايه؟ اوف الدينامو، الريزيستنس بتاعت الدينامو بتاعي او الجنريتور ايا كان بقى التسميه بتاعتي في خلال المساله. طيب بصوا بقى يا اساتذه، من ضمن برضو الاسئله اللي بتتحط كتير ودي مهمه للجزئيه دي ومهمه كمان لجزئيه شابتر ايه 4، لو طلب من سيادتك الباور، الباور ازاي هجيب باور وانا الاي ام اف اللي بتطلع عندي، يعني لو جيت بصيت كده شويه هتلاقي رقم الاي ام اف اللي بيطلع معاك بيطلع كيرف بالشكل ده بيزيد ويقل، رقم الاي اللي بيطلع معايا بيطلع برده كيرف بالشكل ده بيبدا يزيد ويقل برده. طب احنا كده عندنا ارقام كتير للاي ام اف والاي، قال لك لا، لما سيادتك تكون عايز الباور هتعتمد على الفي افكتيف والاي مين افكتيف. يبقى مهم جدا بالنسبه لك ان انت تكون فاهم اللي فوق ده عشان تقدر تجيب مين الاي افكتيف او الاي ام اف افكتيف. طب حلو، لو انا عايز استخدم القانون الثاني بتاع الباور اللي هو الاي باور 2 في الار، عادي جدا هتستخدم نفس الاي بس ايه افكتيف. طب الفي باور 2 نفس الكلام، الفاليو بتاعت مين الافكتيف فاليو. يبقى مهم جدا ان هو لما يكون مديك معلومات الباور كمان تبقى عارف ان الفاليو اللي هتطلع معاك هي مين الافكتيف فاليو، سواء للاي سواء لمين للار، فما ننساش النقطه دي لو سمحتوا. طيب من ضمن برضو الحاجات المهمه جدا عندنا لازم ناخد بالنا منها، وهي الانجل بقى يلعبني بيها ازاي. بصوا ببساطه ممكن يدي الانجل بشكل صريح ودي نادرا لما بتحصل، يعني يقول لك ان دي السيتا المفروض بتاعت النورمال. طيب الاغلب بقى ان هو ما يقوليش بتاعت النورمال، يقول لي دي الانجل اللي عاملها مين البلين اوف كويل. اول ما يديك الانجل بتاع البلين اوف كويل زيه زي التوركه بالظبط هتاخد 90 ماينس. يعني ايه من الاخر؟ قال لك ان البلين ده مثلا عامل انجل 30، يبقى السيتا اللي سيادتك هتستخدمها في القانون هتروح جاي كده على جنب، السيتا هتكون عباره عن ال 60 طالما بتاعت البلين، ها ادي ال 90 وانا قلت البلين عامل كام 30، يبقى هتروح قايل ماينس ال 30 اللي هو مديها لك، يبقى النتيجه اللي سيادتك هتستخدمها كام 60 وهكذا. يبقى تركز هو مديك انجل البلين ولا انجل النورمال، انجل البلين يبقى سيادتك 90 ماينس، انجل النورمال يبقى ببساطه هتعوض بيها. طب الاكثر استخداما وهي الجزئيه دي ان هو يقول لك انا عايزك تحسب لي بعد تايم، يعني هات السيتا بعد تايم معين، كل اللي سيادتك هتستخدمها هتروح مستخدم ل 360. مين 360 دي؟ اللي هي اختصار ال 2 باي، بس طبعا طالما سيادتك هتجيب انجل وتستخدمها في الساين لازم تعوض لي عن الباي بكام؟ ب 180. يبقى 2 في 180 في الفريكونسي في مين؟ في التايم. تمام حلو قوي الكلام ده. الفريكونسي بالنسبه لي بيكون جيفن، طب ولو مش جيفن خدوا بالكم بقى من الحته دي، بيكون مديك رسمه كده كيرف زي الشكل اللي احنا راسمينه ده، وركز كده بقى معايا كده كده بالشكل ده، وبيكون مديك التايم بتاعت 1 ويف. التايم بتاعت 1 ويف دي كان اسمها ايه من كلام السنه اللي فاتت؟ بريودك تايم. حلو قوي، اسمها ايه؟ بريودك تايم. حلو قوي الكلام ده. طيب البريودك تايم ده لو انا عايز اجيب منه الفريكونسي باخد 1 اوفر البريودك تايم. يبقى ببساطه لو الفريكونسي في مسائل زي كده مش موجوده، ودي من افكار كتير جدا لحل المسائل، سيادتك تهت في الفريكونسي ومش مدي اي داتا يجيبها، يبقى الفريكونسي هيبقى 1 اوفر البريودك تايم. بعرف البريودك تايم ازاي؟ يا اما يقولها لي تايم بتاعت 1 سايكل، هو خلص سايكل معينه في وقت قد ايه، يا اما يقول لي التايم واجيبه من خلال ايه الكيرف زي ما احنا كنا راسمينه كده من شويه، اللي هو الكيرف بيبقى عامل كده بالشكل ده، التايم بتاع 1 ويف او 1 روتيشن هو ده يمثل بالنسبه لي اللي هو من هنا لهنا، ده يمثل بالنسبه لي ايه بريودك تايم، ده يمثل البريودك تايم. فدي نقطه ناخد بالنا منها. في بقى نقطه وهي تعتبر تركه كده او مقلب ثلاث ارباع الناس بتقع فيه، وهو يقول لي لا انا عايزك تحسب لي بعد ملف مثلا 1 اوفر 30 ملي سكند بس فروم هوريزونتال بوزيشن. بص يا جماعه هوريزونتال بوزيشن يبقى معناها البلين عامل بارل. طب لما البلين يكون عامل بارل، ايوه يعني الانجل بتاعته هنا 0، 90 ماينس الزيرو هتدي 90. ايه ده؟ يبقى هو كده كانه بيقول لي فروم مين 90، كاني ابتديت بمين بال 90. ايوه طب ودي هتفيدني يعني يا مستر؟ ده هي اساس السؤال اصلا.
ليه يا اساتذه؟ لان سيادتك هيديك تايم، انت هتروح زي الشاطر كده تروح جايب التايم من هنا، عوضت بيه، جبت السيتا، تروح رايح معوض، شكرا كده لبست السؤال. ليه؟ لانه قال لك فروم ذا هوريزونتال بوزيشن، يعني اعمل حسابك ان انت مش بادي من الزيرو. يعني لو الانجل بتاعتك السيتا دي طلعت وليكن 30، يبقى سيادتك هتروح ضايف ال 30 على مين؟ ال 90 على البدايه بتاعتك، يبقى كده ال 100 الانجل اللي انت هتستخدمها هتبقى 90 بلس ال 30. عكس لما يجي يقول لك فروم ايه؟ فيرتيكال بوزيشن. فيرتيكال بوزيشن يبقى ده وضع البريبنديكولار، البريبنديكولار عوضنا بيه هنا هتكون 90 ماينس 90 هتديني هنا ايه؟ زيرو. يبقى كده ببساطه انت بادي من وضع الزيرو، يبقى الانجل اللي سيادتك هتستخدمها هتكون زيرو، ده كبدايه. يبقى انت بقى بعد التايم ده ما عدى وجبت مثلا 30، يبقى هتعوض بيها 30 عادي. يبقى هو لما يجي يقول لك افتر مثلا 3 سكند فروم ذا فيرتيكال، يبقى عامل حسابي ان اللي هيطلع معايا كانجل بعد ما اعوض ب 3 سكند مش هيتضاف عليها حاجه، لان انا قلت فروم ذا فيرتيكال. طب قلت فروم ذا هوريزونتال، ايوه، يبقى خد بالي بقى ان طالما قال فروم ذا هوريزونتال يبقى الانجل اللي هتطلع لازم هضيف عليها 90 قبل ما اعوض بيها. وده مهم سواء قالها بتايم سواء قالها بالجزئيه دي. لو قال لك يا عم انا عايز اعرف الاي ام اف افتر هاف سايكل مثلا، لازم يقول لي هاف سايكل فروم بقى زيرو بوزيشن، فروم هوريزونتال، فروم ذا فيرتيكال. ما خد بالك هوريزونتال يبقى معناها الماكسيمم بوزيشن معناها البارل، فيرتيكال معناها الزيرو بوزيشن معناها البريبنديكولار. تمام؟ يبقى ده مهم جدا تبقى واخد بالك منه. فلو جه قال لي هاف السايكل يبقى دي 180، ادي الانجل. فروم مين بقى؟ هوريزونتال يبقى اضيف 90، فيرتيكال يبقى مش هضيف حاجه هتفضل 180. لو سمحتوا اللي انا بقوله ده او التفاصيل اللي انا قلتها في الكام دقيقه اللي فاتوا دي هي دي مشاكل الدينامو اساسا. ورجاء لو حضرتك فهمت واستوعبت من حاجه زي كده يا ريت توصلها لاغلب الناس اللي انت تعرفهم، لان الدينامو لوحده بياخد حوالي مثلا من 6 ل 8 درجات في امتحان اخر السنه. فرجاء حاولوا على قد ما تقدروا ان انت حتى لو استفدت من الجزئيه دي روح بسرعه ابدا حل، حتى لو انت تهت شغل الفيديو ده معاك تاني وانت بتحل هتفهم الجزئيات اللي احنا عايزين نقولها وهتبدا تحل بسهوله. طيب من ضمن برضو التفاصيل او تعتبر الفنيات البسيطه اللي هي لو اتحطت تعتبر سؤال هديه. طبعا احنا عارفين ان الدينامو بيحصل له ريكتيفيكيشن، يعني تقدر ان سيادتك توصل له كوميوتيتور زي كده. طبعا زي ما قلنا التفاصيل دي سبق قبل كده في فيديوهات الشرح، لكن كمسائل احنا بنهتم بقى بالاتي. ممكن يقول لي انا عايز اعرف الريشيو ما بين النمبر اوف تيرن تو نمبر اوف سيجمنت، يعني النصين دول. ببساطه كل اللي سيادتك بتعمله مش الترن الواحده بتاخد 2 هاف، يعني الكوميوتيتور بتاعنا بيكون مقسوم لكام؟ لنصين بالشكل ده. يبقى معنى كده ان كل 1 تيرن بتاخد 2. طب لو انا عندي 200 تيرن يبقى عندي كام سيجمنت؟ 400 وهكذا. يبقى ده سؤال يعتبر بيتحط في الامتحان، سؤال مضمون. برضه من ضمن الاسئله اللي لازم ناخد بالنا منها وهي كالاتي. لو جه قال لك الفريكونسي بيحصل له ايه لما بتحط كوميوتيتور؟ احنا من غير الكوميوتيتور الكرنت عندنا بيبقى شغال كده، يعني شغال في البوزيتيف وفي النيجاتيف. طب بالكوميوتيتور هنلاقي الكرنت شغال معايا بالشكل ده، بصوا كده معايا، وبعد كده اشتغل ادي 180 وبعد كده اشتغل كده واشتغل كده بالشكل ده. يعني معنى كده ان انا دلوقتي يعتبر كان زي ما اكون خدت كام ويف؟ خدت دبل الويف. يعني معنى كده ان الفريكونسي بتاعي لما بحط الكوميوتيتور بيزيد الفريكونسي لمين؟ للدبل. يعني لو انا عندي الفريكونسي من غير الكوميوتيتور 100 يبقى بالكوميوتيتور بقى كام؟ 200 وهكذا. طبعا السؤالين دول بيسال عليهم بشكل صريح، ما بيبقاش عليهم اي اضافات ثانيه. يعني يقول لك الريشيو ما بين النمبر اوف سيجمنت تو نمبر اوف تيرن هنا، او يقول لي الفريكونسي حصلت له ايه بعد ما انا وصلت لفكره مين؟ الكوميوتيتور بتاعي، او وصلت كوميوتيتور كبديل للتو ايه رانكس. شدوا حيلكم يا شباب، واللي احنا قلناه النهارده يا ريت رجاء لو سمحتوا ما يتنسيش، وحاولوا ان انتوا تاخدوا حتى الحاجات دي في الاول خالص قبل الشخبطه الغريبه اللي احنا عملناها دي في اول الفيديو. ممكن تاخد الصفحه بتاعت القوانين دي سكرين شوت. اشوفكم على خير وشدوا حيلكم، واستنونا بقى في الفتره اللي جايه برضو هنعمل لكم هدايا للاجزاء الصعبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مع السلامه.